بسم الله الرحمن الرحيم. رجالتنا رجال التالتة ثانوي، الناس الحلوة بتاعت الشهادة الإعدادية. تعالى يا بنتي نتكلم على جزء مهم في الهندسة اسمه قانون المنتصف. إيه قانون المنتصف؟ بالبلدي كده، لو أنا بقول لك هنا 10 وهنا 20، فأقول لك مين اللي في النص؟ هتقول لي اللي في النص 15. خلاص، جبتها إزاي؟ قسمت على جمعتهم وقسمت على الاتنين، هو ده المنتصف. قانون المنتصف، لو أنا عندي نقطة اسمها ألف، س واحد قصاد واحد، وعندي نقطة اسمها ب، س اتنين قصاد اتنين، وعايز اجيب المنتصف. راجل ده قالك المنتصف بيتجاب ازاي؟ مجموع السينات على الاتنين ومجموع الصادات على الاتنين. مستر، هي كلمة مجموع دي معناها زائد؟ كلمة مجموع معناها كل حاجة بإشارتها دون تغيير. ركز في الجمل اللي بتبقى فاصلة في الدرس. كلمة مجموع دي معناها كل حاجة زي ما هي دون تغيير. الموجب هيفضل موجب والسالب هيفضل سالب. تعالى هنا كده واحدة واحدة. نقطة ألف 5 و7، والنقطة ب 1 وسالب 1. عايز إحداث نقطة ج، حيث ج هي مين؟ المنتصف. المنتصف بيتجاب ازاي؟ ها، مجموع السينات على الاتنين مجموع الصادات على الاتنين. السينات هنا كام؟ 5 زائد 1 على الاتنين. الصادات هنا كام؟ 7 سالب 1 على الاتنين. يا مستر، مش هغير الإشارة؟ مش الإشارة المفروض موجب؟ لأ، 7 ناقص 1 على الاتنين، لأن كده كده موجب في سالب بسالب. يبقى كلمة مجموع دي معناها كل حاجة بإشارتها زي ما هي دون تغيير. يبقى 5 زائد 1 على الاتنين فاصلة 7 ناقص 1 على الاتنين. 5 و1 6، 6 على 2 فيها كام؟ 3. 7 ناقص 1 6، 6 على 2 برضه فيها كام؟ فيها 3. يبقى كلمة مجموع معناها كل حاجة بإشارتها دون تغيير. كل حاجة بإشارتها دون تغيير. تمام؟ تعالى ننهي الدرس ده في جملتين. خلينا ننهي الدرس ده في جملتين. بقول لك مثلا إيه؟ إذا كان نقطة ألف 3 و4، ونقطة ب 3 و5، عايز نقطة ج اللي هي نقطة مين؟ المنتصف. المنتصف بيتجاب ازاي؟ ها، مجموع السينات على الاتنين مجموع الصادات على الاتنين. يبقى 3 زائد 3 على 2 فاصلة 4 زائد 6 على الاتنين. 3 و3 6، 6 على 2 فيها 3. 4 و6 10، 10 على 2 فيها 5. فدي نقطة الايه؟ المنتصف. تمام تمام يا مستر. ده السؤال المباشر اللي هو ممكن يجي نقطة في أكمل أو في اختر. لكن السؤال الطبيعي بتاع الامتحان مش هيجي المباشر، اللي هو سؤال المقالي بقى بالخطوات. امتى السؤال يبقى مباشر؟ لما يكون الراجل مدي ألف ومدي ب وعايز المنتصف. امتى السؤال يبقى غير مباشر والراجل ده مش سالك؟ أقول عليه مش سالك لو قدامي نقطة المنتصف. ازاي يا مستر؟ تعال نشوف. يقول لك إيه؟ إذا كان نقطة ج 3 و5 هي منتصف ألف ب، حيث ألف 3 و4، اوجد ب. يلا اعتبر ان الدرس بيبدأ من اول هنا. اذا كانت ج هي منتصف بس وضل مديني المنتصف، يبقى الراجل ده مش سالك. الراجل ده مش سالك. وضل مديني المنتصف، يبقى الراجل ده مش سالك. وضل مديني المنتصف، يبقى الراجل ده مش سالك. اذا كانت ج هي منتصف، يبقى الراجل ده مش سالك. ايه الجملة اللي هحل بيها لو هو مش سالك؟ ها، قول ورايا. المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. قول، المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. يبقى تاني اقرأ السؤال كده. إذا كانت ج 3 و5 مالها يا عم؟ هي منتصف، يبقى هو مديني المنتصف، يبقى ده المنتصف اللي عندي. سميت النقطة ب دي س وصاد. خلاص، ايه الجملة اللي هحل بيها؟ المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. فين اللي عندي؟ 3 و5. فين اللي هجيبه؟ مجموع السينات على الاتنين مجموع الصادات على الاتنين. يعني س زائد 3 على الاتنين، وصاد زائد 4 على الاتنين. من أول هنا بقى اسم الصفحة كام حتة؟ 2. المسقط الأول أو السينات قد السينات، والمسقط التاني اللي هو الصادات قد الصادات. تعال نحلها كده واحدة واحدة. يبقى س زائد 3 على 2 بيساوي 3، وصاد زائد 4 على 2 بيساوي 5. 3 في 2 ب6. بضرب مقص، المقص بتاع زمان، 2 في 3 ب6. وادي دي بعكس الايه؟
الإشارة، فدي بالموجب تروح الناحية التانية بالسالب، يبقى السين بيساوي كام؟ السين بيساوي 3. افهم الخطوة دي تاني هنا. بضرب دي 2 في 5 بكام؟ ب10، وارجع اعدي الأربعة بعكس الإيه؟ الإشارة. الأربعة دي بالموجب تروح الناحية التانية بالسالب، 10 ناقص 4 يدي كام؟ 6. فيبقى النقطة اللي ناقصة اللي هي نقطة ب دي بكام وكام؟ ب3 و6. تاني تعال نحلها هنا كده مع بعض تاني، ما تخافش الموضوع سهل. إذا كان نقطة ج دي منتصف، يبقى ده المنتصف اللي عندي. الراجل ده مش سالك، عايزك تتكلم زي ما أنا بتكلم. الراجل ده مش سالك، ده المنتصف اللي عندي. طيب ونقطة ألف أهي، اوجد إحداث نقطة ب، سميها إيه وإيه؟ س وص. يبقى س زائد 5 على 2 مجموع السينات على 2، وصاد ناقص 3 على 2. ده المنتصف، مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2. يبقى تاني، إذا كانت ج هي منتصف، بدل مديني المنتصف يبقى الراجل ده مش سالك. إيه الجملة اللي أحل بيها؟ المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. والمنتصف مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. واقسم صفحة نصين، س زائد 5 على 2، س زائد 5 على 2 بيساوي 6، وصاد ناقص 3 على 2 بيساوي -4. قلنا بنضرب دي مقص، 2 في 6 بكام؟ ب12. وارجع اعدي ال5 بعكس الإشارة، يبقى 12 ناقص 5 هيدي 7. اضرب دي مقص، 2 في -4 ب-8، يبقى صاد ناقص 3 بيساوي كام؟ -8. وادي دي بعكس الإشارة، يبقى -8 زائد 3 اللي هو هيدي كام؟ -5. مرة كمان لو انت متلخبط، مرة كمان بيقول لي إذا كانت النقطة 3 1 هي منتصف، يبقى ده المنتصف اللي عندي. صح يا صاحبي؟ يبقى ده المنتصف اللي إيه؟ اللي عندي. والراجل ده مش سالك، إيه الجملة اللي أحل بيها؟ المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. طب المنتصف هجيبه إزاي؟ مش دول نقطتين؟ يبقى المنتصف إزاي؟ 1 زائد س على 2 وصاد زائد 3 على 2، اللي هو مجموع السينات على 2 بيساوي مجموع الصادات على 2. ده المنتصف اللي عندي وده المنتصف اللي هجيبه. واقسم صفحة نصين، ده قد 3 وده قد 1. يلا نحاول نعمل مقص، 2 في 3 ب6، وقد 1 بعكس الإشارة، 1 ده بالموجب يروح بالسالب، 6 ناقص 1 يدي 5. تاني ده هيدي كام؟ هيدي 1. وصاد زائد 3 على 2 بيساوي كام؟ بيساوي 1. اضرب دي هنا، 2 في 1 بكام؟ ب2. وارجع اعدي 3 بعكس الإشارة، يبقى 2 ناقص 3 بيساوي -1. وهتلخبط في الجمع والايه؟ في الجمع والطرح. تعالى هنا بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي إذا كان أ ب قطر في دائرة ومديني أ ومديني ب، فإن إحداث المركز. تعالى نرسم. أدي دايرة، وأدي نقطة أ اللي هي 3 و-5، تمام. وأدي نقطة ب اللي هي 5 و1، والراجل ده عايز إحداث نقطة المركز. طب ما المركز ده اللي هو هنا، اللي هو في النص، لأن ده نص قطر وده نص قطر. طب والمركز ده اتجاب ازاي؟ مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2، لأنه عايز المنتصف. يعني 3 زائد 5 على 2 فاصلة -5 زائد 1 على 2. 3 و5 8، 8 على 2 فيها -4، -5 زائد 1 -4 على 2 فيها -2. يبقى دي نقطة المركز اللي هي نقطة المنتصف بتاعة القطر. اتجابت ازاي؟ مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2. هي بيقول لي إذا كان نقطة الأصل هي منتصف أ ب، وأ 5 و-2. هنكتب السؤال كده: إذا كان نقطة الأصل هي منتصف أ ب، حيث أ ما هو مش عارف كام، 2 و-5 ب، تمام. دي أ، عايز مين؟ عايز ب. عايزك تساعدني، مهمة أوي. نقطة الأصل دي اللي هي صفر وصفر، هي منتصف، يبقى ده المنتصف اللي إيه؟ اللي عندي.
طب ولو هو اداني المنتصف يبقى الراجل ده، سمعني صوتك معايا اهم حاجه، لو هو اداني المنتصف يا صاحبي يبقى الراجل ده مش سالك. وبدل مش سالك ايه الجمله اللي هحل بيها؟ المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. فين اللي عندي اهو؟ ما هو قايل لك كذا هي منتصف. فين اللي هجيبه؟ مجموع السينات على الاتنين ومجموع الصادات على الاتنين. وكلمة مجموع معناها كل حاجة بإشارتها. من أول هنا أقسم الصفحة. س زائد 2 على 2 بيساوي صفر، وصاد ناقص 5 على 2 بيساوي صفر. أضرب دي هنا وأرجع أديها بعكس الإشارة، يبقى الس بيساوي سالب 2. اضرب دي هنا تطلع بصفر، ودي أديها بعكس الإشارة، يبقى الصاد بيساوي كام؟ الصاد بيساوي 5. أنا كنت متأكد إن هي تطلع في الآخر سالب 2 و5. بقول لك إيه؟ هقول لك حاجة دلوقتي هتخليك بالبلدي كده بلغة الشارع والسوق كعبك عالي على أي طالب في تالتة إعدادي. ركز ان انا خدت بالي ان الف في السؤال كانت كام وكام؟ 2 وسالب 5. كنت متاكد ان ب هتطلع بسالب 2 و5. ركز يا وخليك تقيل. انا كنت متاكد. ليه بقى؟ ما هو الشبكه البيانيه بتاعت زمان اهي، الف 2 وسالب 5 2 ونزل لحد ايه؟ سالب 5. فدي ايه؟ الف. فعشان تبقى نقطه الاصل اللي هي دي في المنتصف، فيبقى اكيد ب دي معمول لها انعكاس الناحيه التانيه. فان كان دي هنا عند الاتنين وقدامها السالب 5، فاكيد هتيجي هنا عند السالب 2 وقدام هنا الكام؟ الخمسة. وده اللي حصل فعلا. دي كانت 2 وسالب 5، ولما نقطة الأصل بقت هي المنتصف يعني في النص، بقت النقطة التانية كأنك عملت انعكاس بتاع زمان لو فاكر، فبقت النقطة التانية سالب 2 وكام؟ وخمسة. هقول لك سريعا تاني. أنا عندي نقطة كام وكام؟ 3 و4. فين 3 و4 دي؟ أهي 3 واطلع عند ال4. لو نقطة الأصل هي منتصف اللي هي دي، فأكيد النقطة لو دي ألف ودي نقطة الأصل هي منتصف، يبقى لو عايز النقطة التانية أكيد هي بسالب 3 وكام؟ وسالب 4، لأنه هيغير الإشارات. خلاص ده يغنيك عن إيه؟ يغنيك عن كل ده. خليك حلو اهو، خليك تقيل. إذا كان نقطة الأصل هي منتصف ألف ب وألف أهي، يبقى الب عكسها سالب 5 و2. تعالى هنا بص السؤال ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي دائرة ألف ب قطر في الدايرة. خلاص الدايرة دي مركزها نقطة ميم 7 و5. 7 و5 وادي القطر اهو. نقطة ألف معرفهاش، ونقطة ب هو قايل لك إن هو بكام وكام؟ ب11 و8. تعالى الأول نجيب الألف. إيه الجملة اللي هحل بيها؟ دي في المنتصف، دي المنتصف، يبقى الراجل ده مش سالك. يبقى المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه، والمنتصف اللي هجيبه مجموع السينات على الاتنين ومجموع الصادات على الاتنين. أقسم الصفحة. س زائد 11 على الاتنين بيساوي 7. احنا لسه حلينها يا صاحبي. وصاد زائد 5 صاد زائد 8 على الاتنين بيساوي 5. أحل دي ازاي؟ أضرب مقص 2 في 7 بكام؟ ب14. وأدي ال11 بعكس الإشارة، هيبقى 14 ناقص 11 بيساوي 3. بالله عليك ما تتخضش وتبلم، ده نفس اللي أنا عامله فوق 3 4 مرات، مفيهوش أي اختلاف. 2 في 5 ب10. وأدي بعكس الإشارة، يبقى الصاد بيساوي 10 ناقص 8 اللي هي كام؟ 2. يبقى نقطة ألف اللي حضرتك عايزها دي هي عبارة عن كام وكام؟ 3 و2. تمام؟ تمام. يبقى الراجل ده اداني المنتصف، يبقى الراجل ده مش سالك. ليه المنتصف؟ عشان هنا نق وهنا نق هي في النص. الراجل ده مش سالك. يبقى الجملة اللي هحل بيها، الجملة اللي هحل بيها المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه اللي هو مجموع السينات على الاتنين ومجموع الصادات على الاتنين. طب عايز مين؟ عايز النق. النق بتتجاب ازاي؟ مش ده النق؟ طب ما انت خدت يعني الدرس اللي قبل ده على طول تقريبا. يعني انت لو بتتفرج بتسلسل الفيديوهات
فالداس اللي قبل المنتصف على طول كان قانون البعد. فعندك نقطة هنا كام؟ 7 و5، وعندك نقطة هنا كام؟ 11 و8. فأنت لو عايز النق طبق قانون البعد عشان تجيب طول أي ضلع في الدنيا. طبق قانون البعد بين نقطتين، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات تحت الجذر. ابدأ وغير. هنا كام؟ 7 ناقص 11. ابدأ وغير. هنا 5 ناقص 8 مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات تحت الجذر. طبقت قانون البعد ما بين كام نقطة؟ ما بين نقطتين. فكده جبت نص القطر. هو قايل عايز ايه؟ طول نص القطر. أطبق قانون البعد، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات تحت الجذر. ابدأ وغير. إنما في المنتصف مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2، وكل حاجة بإشارتها. عايز أقول لك حاجة. أنا عشان أجيب طول نص القطر ينفع أطبق البعد ما بين م وألف، وينفع أطبق البعد ما بين م وب. أنهي يفضل بالنسبة لي؟ يفضل م ب. ليه؟ لأن م هو اللي مديهاني والب هو اللي مديهاني، فأنا معتمد على الحاجات اللي هو مديهاني، فنسبة الخطأ قليلة جدا. لكن لما أعتمد على الألف اللي أنا حاسبها فده بيزود احتمالية الخطأ. إن أنا لو جايب الألف غلط هجيب نص القطر كمان غلط. بص يا باشا، ما بيتشالش من كل الامتحانات. ده سؤال امتحانك، كل حاجة بإذن ربنا. ده سؤال امتحانك لا يتغير. هيديك شكل بالمنظر ده كده. سؤال امتحانك إن شاء الله. سؤال امتحانك هو عمال أكد. نقطة ألف 3 و2 و4 و5. 3 و2 و4 و5. 0 وسالب 3. هتلاقيه بيقولك في السؤال ايه؟ إذا كان الشكل متوازي أضلاع، أو الشكل مربع، أو الشكل مستطيل، أو الشكل معين. بالله عليك عايزك ترد معايا. أهم استخدامات قانون المنتصف على الإطلاق. لو عندك 4 نقط موجود منهم 3 وأنت عايز تجيب النقطة الإيه؟ الرابعة. إيه الجملة اللي أحل بيها؟ منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. لا، أنا عايزك تتكلم معايا. لو عندك كام نقطة؟ 4 موجود منهم كام؟ 3 وعايز النقطة الإيه؟ الرابعة. إيه الجملة اللي أحل بيها؟ منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. ها، منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. آخر مرة. لو عندك كام نقطة؟ 4 موجود منهم كام؟ 3 وعايز النقطة الإيه؟ الرابعة. إيه الجملة اللي بحل بيها؟ منتصف القطر الأول. قول وهتفهم دلوقتي. منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. تعال عند النقطة اللي ناقصة دي، سميها إيه وإيه؟ س وص. منتصف القطر الأول يا مستر، المنتصف بيتجاب أهو. أقول له منتصف القطر الأول يبقى س زائد 4 كل حاجة بإشارتها على 2 فاصلة صاد زائد 5 على 2 بيساوي منتصف القطر التاني. فين القطر التاني أصلا؟ أهو 3 زائد 0 على 2 و2 ناقص 3 على 2. رجع أقسم صفحة نصين، أو قبل ما أقسم صفحة نصين تعالى نختصر اختصار صغير. يبقى س زائد 4 على 2 وصاد زائد 5 على 2. هنا 3 زائد 0 يبقى 3 على 2 و2 ناقص 3. اجمع واطرح صح يبقى -1 على 2. تمام. واقسم صفحة نصين. يبقى ايه الجملة اللي بحل بيها؟ كان عندي 3 نقط وعايز النقطة الرابعة. ايه النقطة اللي حلت بيها؟ منتصف القطر الأول أهو بيساوي منتصف القطر التاني. من أول هنا أقسم الصفحة نصين. س زائد 4 على 2 بيساوي 3 على 2 وصاد زائد 5 على 2 بيساوي -1 على 2. وارجع اقول له ايه؟ مش محتاجة مقص. لو المقام بيساوي المقام يبقى البسط بيساوي البسط. ودي دي بعكس الإشارة. 3 ناقص 4 -1.
لو المقام بيساوي المقام يبقى البسط بيساوي البسط، وادي دي بعكس الإشارة، يبقى الصاد بيساوي -6، لأن -1 -5. يبقى مرة كمان بسرعة، ها سمعني صوتك معايا. لو عندي 3 نقط وعايز النقطة الرابعة، ايه الجملة اللي بحل بيها؟ منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. وايه هو المنتصف؟ مجموع السينات على الاتنين مجموع الصادات على الاتنين. صاحبي دايما بيجي في السؤال ده يطلب حاجات ثابتة، فيطلب منك مثلا ايه في السؤال ده دايما؟ اوجد نقطة ميم بين قوسين اللي هي نقطة تلاقي القطرين. اوجد نقطة ميم اللي هي نقطة تلاقي القطرين. دايما الناس بتلاقيها اتخضت، ايه ده؟ ايه نقطة مين دي؟ ايه نقطة تلاقي القطرين دي؟ اجيبها منين؟ انت بالفعل حاسبها وانت بتحل في نص السؤال. اللي هي 3/2 -1/2. انت بالفعل حاسبها في نص السؤال. دي ميم نقطة تلاقي القطرين. طب اوقات اقول لك بيزود كمان ويقول لك ايه؟ انا عايز طول ميم ب، طول القطعة المستقيمة ميم ب. طب ما هي ميم دي اللي احنا لسه قايلين ان هي بكام؟ اهي، والب اهي. عصور ميم ب طبق قانون البعد. ايه هو قانون البعد؟ مربع فرق السينات بتاع الدرس اللي فات زائد مربع فرق الصادات تحت الجذر. 3/2 - 4 -1/2 - 5. احسبها على الآلة. لا مستر، سؤال كمان، سؤال كمان. تعالى كده هنقول ان هو مديني شكل بالمنظر ده. النقطة دي 1 1، النقطة دي 3 1، النقطة دي 3 و5، والنقطة دي 1 و5. بيقول لي إذا كان الشكل مستطيل. كأنك ما شفتش دي مش 1 و5 ألف ب ج د المستطيل. يوجد نقطة د. أسمي نقطة د دي س وصاد. لو عندك 3 نقط وعايز النقطة الرابعة، ايه الجملة اللي هحل بيها؟ منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. منتصف القطر الأول اللي هو ايه؟ س زائد 3/2 فاصلة وصاد زائد 1/2. منتصف القطر التاني 3 زائد 1/2 و5 زائد 1/2. يبقى س زائد 3/2 منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. 3 1 4، 4/2 فيها 2، 5 1 6، 6/2 فيها 3. من أول هنا كنا بنقسم الصفحة نصين. أقوله في منتصف القطر الأول ده قد ده، فيبقى س زائد 3/2 بيساوي 2، وده قد ده، فيبقى ص زائد 1/2 بيساوي 3. اضرب دي 2 في 2 ب4، وارجع عدي بعكس الإشارة، يبقى 4 ناقص 3 1. اضرب دي 2 في 3 ب6، ودي بعكس الإشارة، يبقى الصاد ب6 ناقص 1 اللي هي كام؟ اللي هي 5. يبقى المنتصف لو انت عندك 3 نقط وعايز النقطة الرابعة، ايه الجملة اللي بحل بيها؟ منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. يجي يقول لي ثم اوجد نقطة ميم اللي هي نقطة تلاقي القطرين. انت بالفعل حاسبها وانت ماشي، اللي هي كام وكام؟ 2 و3. السؤال ده كان سؤال امتحان قبل كده. بص بيقول لي ايه السؤال؟ بيقول لي طبعا نقطة ج ومديني العلامة دي. العلامة دي اللي هي علامة المنتصف، فده معناه ان ج دي في المنتصف. تمام. طيب نقطة أ دي فيها حاجة مميزة. ايه هي؟ حد فاكر؟ عالسينات ص ب صفر، عالصادات س ب صفر. نقطة ب دي فيها حاجة مميزة. عالصادات س ب صفر. تاني ايه اللي انت قلته؟ فاكر في أول الدروس كنا بنقول ايه؟ عالسينات ص ب صفر، عالصادات س ب صفر.
عالسينات ص ب صفر عالصادات س ب صفر. تمام. هو مديني مين؟ الراجل ده مديني مين في السؤال؟ مديني المنتصف، عشان العلامة دي معناها ان دي منتصف. ايه الجملة اللي هحل بيها؟ المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. المنتصف اللي هجيبه س زائد صفر على اتنين، وصفر زائد صاد على اتنين، والصفر كده ملوش لازمة، وارجع اقسم الصفحة نصين. س على الاتنين بيساوي تلاتة، وصاد على الاتنين بيساوي أربعة. اضرب اتنين في تلاتة بستة، اضرب اتنين في أربعة بتمانية. يبقى النقطة دي ستة وصفر، والنقطة دي صفر وتمانية، أو يعني الحتة دي بستة والحتة دي بكام؟ والحتة دي بتمانية. هو بيقول لي ثم اوجد مساحة المثلث. طب ما أنت عارف من زمان إن مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، فمساحة المثلث نص في القاعدة اللي هي ستة في الارتفاع اللي هي تمانية. يبقى تاني إيه الجملة اللي هحل بيها؟ المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه، والمنتصف اللي هجيبه مجموع السينات على الاتنين مجموع الصادات على الاتنين. يبقى س زائد صفر على الاتنين، وصفر زائد صاد على الاتنين بيساوي كام وكام؟ تلاتة وأربعة، وأرجع أكمل حل عادي. أفتكر على السينات ص بصفر، على الصادات س بصفر. طيب تعالى نشوف حاجة كمان. ماشي، تعالى نشوف حاجة زي كده. هيجي يديني شكل بالمنظر ده، يقول لي ايه؟ ألف ب ج د مستطيل، وكان ألف بواحد وأربعة، وكان ج أي أرقام مثلا تلاتة وستة. اوجد منتصف ب د. تقول لي أيوه، الراجل ده شايف حاجة وعايز منتصف ب د، ومش مديني لا ب ولا د، بس قايل إن الشكل ده إيه؟ مستطيل. فأنت تقعد تفكر، أكيد في غلطة في السؤال. هو مديني ألف وج وعايز منتصف ب د، وحد منتصف ألف ج بتجاب زي المنتصف مجموع السينات على الاتنين، واحد وتلاتة أربعة على الاتنين، ومجموع الصادات على الاتنين أربعة زائد ستة على الاتنين. واحد وتلاتة أربعة، أربعة على الاتنين فيها الاتنين، أربعة وستة عشرة، عشرة على الاتنين فيها الكام؟ فيها الخمسة. يا مستر بس ده منتصف ألف ج. أقول لك يا حمار، ما هو منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. يعني ده أنت جبته من ألف ج، بس هو زي ما هو منتصف ألف ج هو برضه منتصف ب د، لأن المنتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر الإيه؟ التاني. منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر التاني. تقريبا دي أغلبية الأفكار بتاعة المنتصف. أفكرك بيها تاني كده بسرعة. يا إما يديني ألف وب وعايز المنتصف، يبقى الراجل ده محترم، مجموع السينات على الاتنين مجموع الصادات على الاتنين. يا إما هيديني ألف وهيديني المنتصف ويبقى عايز ب، الراجل ده مش سالك. فالجملة اللي هحل بيها المنتصف اللي عندي بيساوي المنتصف اللي هجيبه. يا إما الراجل ده هيديني شوية نقط، هيديني ألف وب وج وعايز نقطة إيه؟ د. فالجملة اللي هحل بيها منتصف القطر الأول بيساوي منتصف القطر الإيه؟ منتصف القطر التاني. موضوع سهل وبسيط، بس حاول تحل بإيديك. ربنا معاك يا صاحبي، وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد. السلام عليكم.